السلام عليكم، معاكم رمزو بديد من باد بويز. النهارده او دلوقتي هوريكم فيديو كده. يعني الفيديو نفسه. تعال نشوف الاول ونحكم عليه في الاخر. هنشوف الخوذ نفسها بتتعمل ازاي، او الخطوات اللي هم بيمشوا بيها عشان يعملوا الخوذ او يوصلوا للشكل النهائي دوت كده. المصنع بيجيبوا ايه ده شوال بيبقى فيه كاوتش كده او بلاستيك معفن زي ما انتم شايفين كده. بس يروح جاي حاطه في المفرمه. ما شاء الله لابس طقم العيد تقريبا. فبيحطه تاني بيعبيه في الشوال بتاعه. وبعد كده بيحطه تقريبا في المكبس عشان يطلع الشكل بتاع الخوذه. فما شاء الله عضلاتهم قويه قلبه. فده شكل كده الخوذه. طالع منها يا ساتر يا رب خازوق كده. فبيبدأ يعني بص الدقة في الشغل بيشيل الزيادات والكلام ده. حتى الخازوق اهوت شاله. شايف المعاملة بيعامل الخوذة ازاي عشان يتأكد المقاس مظبوط. ده كده بيروح لمرحلة تانية. ما شاء الله مجمع يا جماعة شايف المعاملة الآدمية اللي بيعاملوا بيها الخوذة، يعني ده بيثبت لك ان الخوذة جامدة مهما تقع بيها ان شاء الله مش هيحصل لك حاجة. بيفنش بقى ويشيل الزيادات اللي ملهاش اي 30 لازمة. والله حاسس الخوذة في الاخر هيطلع ملهاش اي 30 لازمة برضه. بس يعني خلينا مكملين. كل دي زيادات حتى بيكمل على الخازوق. ده جايب منشار سن صاج كده بيقطع بيه. سلام. بص البلايمر نفسه جايب حتة سفنجة معفنة برضو. ومكمل بيدهن بقى الخوذة كلها عشان لما تترش يبقى اللون كده ماسكها. ما شاء الله يعني الولا ايده حلوة بصراحة. ده كلهم كده لما اترشوا وادهنوا بلايمر. بعد كده دي ميه عادي ما فيهاش اي حاجه. ايوه بقى. الشغل بقى ايه الفينيشات بقى بيفنشها بقى اللي هو ايه يحط لك كده. ولا تقول لي بقى نينجا ولا مش عارفه ايه. اتفرج بقى على الشغل بقى اتفرج على شغل الفينش. يجيب لك ايه ده. استيكرات كده شبه اللي كنا بنحطها على الكراسات بتاعتنا زمان تقريبا. حطها في ميه. وبعد كده من الميه حاجه حطيتها على الخوذه. الخوذه اسمها ايه؟ بونش تقريبا ايه. اه اسمها بونش. فمش عارف ايه الاسم ايه الاسم العجيب ده. بس يا سيدي بص. يعني حتى الدقة حطيت لك قرن هنا يروح جاي ساحب القرن التاني. حطيته لك برضو. إيه يعني مش قصدي حطيت لك القرن، لا انا قصدي حاطط القرن على الخوذة. تمام. يعني بص برضو ما ولا بقى اير برش بقى ولا الكلام ده، يعني حتى الخوذة متفنشة تمام. هو اكيد يعني اللي هو بيحط ده كله لعب العيال ده هيطلع شكل في الاخر اتمنى يعني. ده بيحط المثلث العجيب دوت مكان الخازوق عشان يداريه. تمام. فبرضه يعني بيظبط لك الدنيا فاهم اشكال وبتاع وحركات. بص الولا يعني تحسه كده ما عندوش حاجة تانية تقريبا يعملها. ايه اللي مكتوب في الجنب ده؟ مش هقدر اقول الكلمة اللي مكتوبة في الجنب ديت عشان عندنا معناها عيب. اتمنى ان هو في الاخر يطلع شكل. هو تقريبا دي زيادة قصاقيس حطوها جنب بعض فطلعت الشكل ده لان هي ما ادتش اي حاجة. وبعد كده عملت ايه انت بقى؟ اه ده شكل تاني ما شاء الله شكل تاني. اه ده الفينش بقى. وحطيت لك بقى الفايزر وبتاع ومن جوه عامله ازاي. بس احنا ما شفناش من جوه عامله ازاي ومش عايزين نعرف لان ديت هتبقى اكيد كواليتي زبالين. وما شاء الله عندهم خوذ هاف. فلا اله الا الله لا اله الا الله. فدي نصيحه مني. الخوذ
او الخوذه نفسها اللي انت هتشتريها دي من اهم الحاجات اللي انت هتشتريها في السيفتي عموما، وديت اللي هتنقذ حياتك. فما تستخسرش، ما تجيبش قوي خوذ كده وخوذه مجهوله المصدر وخلاص قشطه هشتريها عشان المرور وخلاص. لا، الخوذه احنا لما بنشتريها مش بنشتريها عشان المرور، لا، انا بشتري الخوذه ديت عشان فعلا هتنقذ حياتي. لو لا قدر الله انت وقعت وقعه بسيطه، اول حاجه تلمس الارض دماغك، ودماغك ديت انت الناس اللي مش، او انا اعرف شخصيا ناس كانت مهمله في الحوار ده، صرف تمن الخوذة اضعاف مضاعفة على عمليات في وشه. فده كده فيديو، ولو انت عندك اي فيديو تاني ممكن نعمل عليه رياكت ابقى اعمل لي عليه منشن. اشوفكم فيديو الاسبوع الجاي، سلام.